السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلى من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلى من التطبيقات في القناة عندي اقدر في التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه سكوتش ويندوز. التطبيق ده تطبيق خاص بالمعاشات. التطبيق ده تطبيق اوروبي موجود في انجلترا. تقدر من خلال التطبيق ده تقدر تعرف او تاخد معلومات عن المعاش بتاعك التقاعدي، وتقدر تعرف الخصومات اللي هي بتتم من عليك من اثناء فترة العمل بتاعك، وتقدر تعرف بدأت آه، التأمينات او الخصومات اللي تمت عليك دي بتتم من امتى وهتفضل تتم لحد امتى، والمبلغ اللي جمعوه قد ايه، ومبلغ المعاش اللي انت تاخده قد ايه، وايه اللي ممكن يزود قيمة المعاش بتاعك لما توصل لسن المعاش او توصل لسن التقاعدي. يعني مثلا انت دلوقتي شغال مثلا وسنك 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وبيتخصم منك مبلغ معين كل شهر، مثلا 50 يورو 30 يورو 100 يورو ايا كان المبلغ اللي بيتخصم منك. وقال لك مثلا اخر المده مثلا هتقدر تحصل على معاش 500 يورو او 700 يورو او 1000 يورو، وانت عايز ان المبلغ ده مش هيكفيك او المبلغ ده يكون قليل او التزاماتك ساعتها هتكون كتيره، هتكون محتاج علاج وادويه ومصاريف بيت واكل وشرب وحاجات زي كده. فانت بيقدر التطبيق يديك نصايح ان انت مثلا تزود المبلغ التأميني اللي انت بتدفعه، بحيث لما تطلع على المعاش يكون المعاش بتاعك مبلغ اكبر، بحيث ان هو يعيشك حياة كريمة افضل. بس كده، ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون في انجلترا بس او في اوروبا بس، مش موجود في اي مكان تاني في العالم. بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية طبعا لان هو موجود في اوروبا. بس كده يعتبر اصلا شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تعديل من تعديلات القناه مكتوبه في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.